الماتش اللي فات ده مش هنعتبره موجود، هنشيله. هو ماتش الاسماعيلي وسموحه من على الخريطه. ابدأوا مع بعضكم صفحه جديده، اقعدوا مع بعض بحب. شوفوا انتوا جهاز فني قصر خد جزاء، بس مش جهاز بس لوحده، انتوا اقعدوا مع بعض كده زي ما كنتوا تقعدوا مع بعض يا باسم من زمان. الحب اللي كان بينكم لما كان باسم بيجيب جون كان خالد قمر بينط جري عشان يبوس هدومه وهو كان بره. مش ده اللي كان بيحصل؟ لما كان الشناوي بيصد كوره كان جنش ابو جابر بيجروا له يبوسوه هدومه. هي دي الروح اللي احنا عايزينها ترجع. مش ممكن يكون عندي فريق فيه عمر جابر وكهربا وحازم وطارق وشيكابالا وحمودي وديودار ومكي وباسم وحمزي والشناوي. تقول ده لا ده الجديد. انت بقى لقيته ولا لسه؟ مصطفى فتحي وميوكا خليفه وكوفي ومعروف وجمعه حماده توفيق ابراهيم ابو جبل جنش جبر سالم ايمن حفني. انا شايف مين اللي ورا ده؟ مش شايفه. ده عمر تمام. كلكم منتخب مصر. اول مره نادي الزمالك يبقى فيها عدد منتخب، سواء المنتخب الاول او الاولمبي، ودوري ما راحش على فكره. انا بعتبر بيني وانتوا كده في الملعب، بعتبر بيني وبين الاهلي 4 بونت، لانك انت عندك لقاء معاه في الاخر. يعني الاهلي ما تعادلش ماتشين، ما تعادلش ماتش يخسر ماتش، بس ما تبصلوش انت اكسب كل ماتشاتك. بدأ من وادي دجله. وانا بقول لكم تاني ان شاء الله باذن الله الدوري والكاس للزمالك بامر الله، بامر الله. احنا كان عندنا انبي كان متفوق علينا ب 7 8 لو تفتكروا، مش كده؟ وحصلناه وسبقناه عشان كان في روح الرجوله. كل واحد دلوقتي يفكر ازاي يسعد الملايين تاني، ودي الفرصه الاخيره ليكم. العب حتى يا اخي لنفسك لجمهورك اللي بيحبك. وفي ناس بتحب الشناوي وناس بتحب الجار وناس بتحب شيكابالا وناس عمر جابر وناس كهربا. في جمهور لكل واحد فيكم بالملايين، وكل واحد يرجع لمستواه. اللي ناقص لياقه بدنيه اشتغل معاكم لياقه بدنيه. انما ان شاء الله ماتش دجله عايزين نشوف كل واحد في مكانه، في مدير فني موجود، كل واحد في مكانه، كل واحد بيلعب في مكانه، وكل واحد عارف يعني ايه فانيله الزمالك. انت عندك وادي دجله ثم اسوان ثم الاتحاد، مش كده؟ 3 ماتشات مهمين. رجع الثقه الجمهور فيك تاني. والاقل التريقه مدحت شلبي على فكره احنا فسخنا التعاقد مع برزنتيشن عشان مدحت شلبي وفاروق جعفر، ومش هتخش كاميرات في المطوشه بتاعتنا، مش هتدخل خلاص. عشان لما يحترم نادي الزمالك ويحترم لعيبته ويحترم الفانيلا لازم مدحت شلبي يرجع يقعد في البيت مع فاروق جعفر تاني، يقعد يتخانق مع مراته وده يبكي على مراته اللي راحت اتطلقت منه. فرحان قوي بإيهاب طلعت حبيبي، فرحان. انت ناسي يا ابني ولا ايه؟ فالمهم عايزين رجوله، واللاعب اللي حاسس انه مش جاهز ولسه فيه اصابه يقول. ولازم يا حازم تعرف انك انت خفيت، انت خفيت فعلا. سيبك من الخوف اللي جواك انك لسه، لا انت خفيت. الماتش اللي فات شفناك فتحت ما شاء الله. كهربا نباصي، انا ما بدخلش فنيا بس الناس كلها شايفه. انت لما كنت بتدي لزملائك كان اجوان رايحه جايه. ايمن حفظ نفس القصه. مصطفى فتحي عقدك رجع تاني صغير، عقدك ما فيش حاجه يتعدل يا مصطفى الا لما ترجع مصطفى تاني. انا بدي الحافز عشان تبقى احسن مش عشان تبقى اسوء. اقعدوا مع بعض ومعاكم راجل
مؤدب محمد صلاح، كلكم عارفين وقال لكم على الحاجات اللي انتم بتحبوها. والله جاي مدير فني على مستواكم، عشان برضه محمد مدرب محترم، بس مش عايز يشيل شيله. ايه ماتش يتعادل هيسيبوكم مسكوه، لكن محمد قاعد، مدير فني قاعد، مدرب قاعد، هو قاعد هيفيد. طلبت رضا الملعب بتاني الملعب ولا استاد القاهره، مظبوط؟ هنا استاد القاهره. اللبس بتاعكم هيوصل بعد بكره ان شاء الله، احسن ملابس واحسن ترنجات. اتفضل عليكم انتوا. وانا بقول لمدير الفني هو انا بتدخل، اللاعب الجاهز اللي يلعب، مفيش حب وكراهيه هنا. اللاعب الجاهز واللي ما بيخافش، واللي داخل الملعب عايز ياكل النجيله، مش خايف من حد، لا خايف من فريق ولا خايف من حكم، هو اللي يلعب. وزي ما قلت لكم احنا عندنا 4 بونت فرق، لانك عندك ماتش السعري ان شاء الله اخر ماتش. بس انت بقى ربنا يوفقك اكسب كل الماتشات. المنافس احنا كلنا شفناه، ده 3 هجمات وهجمات مرتدات، ولو كرروا 100 مره والله ما يخشوا جونين ولا يخشوا. الجون الثاني اندفاع عشان انت عايز تتعادل، خلاص هتعادل هجمه مرتده. والجون الاولاني اللعيبه اللي خافت تخش على الوقت. عايزين نشوف الكهرباء اللي احنا جبناها، كهرباء وباسم اللي احنا جايبينه، باسم ومكي ابراهيم عبد الخالق، عايزين نروح المنتخب، وانت يا ايمن، علي جابر، شناوي، عايزين كل واحد زي ما كان جاي بحماس. ودي فتره خلصت يا جماعه. عمر جابر طبعا يعني ما شاء الله ماشي يعني، برضه حاول الماتش دون مع معروف وحماده طلبي. اقعدوا مع بعض، اقعدوا مع بعض من غير تجريد، اقعدوا مع خلصوا وروحوا. مين اغنى واحد هنا فيكم؟ شناوي اعزمكم، في شيكابالا يعزمكم، شيكابالا اعزمهم على العشاء. يعني خد مني كل ماتش بعد الماتش باذن الله واحد فيكم يعزم الفريق كله. شيكابالا جمعه النهارده عزمنا، يعزم الفريق كله. جمعه احنا خسر نروح ناكل تجارب، خسر ودفع. نعم خسر ودفع. لا اللي بقول لك اسمعوا، احنا دلوقتي عندنا في النادي هنا عاملين لكم قاعه كبيره اللي هي كان مكان الاشتراكات القديمه، فيها 32 كرسي وفيها ترابيزات للاكل. تمام؟ اعتبروا القاعه دي بتاعتكم. القاعه دي اللي احنا هنعمل فيها اجتماعات مجلس الاداره كل شهر. كل ماتش باذن الله بدل ما تروحوا البيت تيجوا على النادي. النهارده مكي بيعزم، هو حسب امكانياته حسب عقده. واحد يعزم كشري، واحد يعزم جمبري، واحد يعزم شاورما. الجمبري عند الشناوي والاستاكوزا. خلاص؟ اعملوا ده بعد كل ماتش. اعملوا جدول كده، اعمل جدول قرعه. مين اول واحد، مين تاني واحد، مين تالت واحد. وقفوا الولاد الصغيرين من الكلام ده، عشان ولو عزموكوا يبقى جواكوا فول وطعميه. حضرتك اول واحد. انا اول واحد. خلاص. بعد ماتش وادي دجله باذن الله يوم الاحد هتيجي الاتوبيس من الملعب على هنا. نتعشى مع بعض ونعمل الجدول. عايز الحب اللي كان بينكم يرجع تاني. خلاص؟ وهنعمل جدول فعلا يا عمر، بعد كل ماتش في عزومه عشاء ونقعد نتكلم ونتناقش، وتقعدوا واحنا نطلع بره وغير حتى المدير الفني اقعدوا باسم كان مقصر في ايه؟ ديودار كان مقصر في ايه؟ كهربا الشناوي كان مقصر مع بعض. وزي ما قلت لكم ما تخافوش، جمد قلبك باذن الله ان شاء الله بامر الله. وانا قلت لكم قبل كده ما كنتش مصدقين، ان شاء الله هتاخدوا الدوري والكاس باذن الله، ان شاء الله باذن الله. والصفحه انطوت. مع احترامي طبعا بشكر حازم وبشكر ميدو، هم ادوا اللي عليهم ودي الامكانيات. هم حاولوا، بس هو اللي بيزعلني المفاجاه بتاعت ميدو. يعني انا قلت المفاجاه ان انا هغلب 7-0 ولا حاجه، والشناوي هيبقى راس حربه وباسم هيبقى جون، لقيت مفاجاه ثانيه خالص. فان شاء الله باذن الله بامر الله استمر معاكم الكابتن محمد. اهلا وسهلا. ولو جبنا مدير فني، في 3 مديرين فنيين صح سعرهم عالي، $100,000 وفوق من فوق كده، بس مدربين على مستوى عالي.
مدرب ليفربول، مدرب بايرن ميونخ، مدربين خلاص. يعني برضو عشان يا محمد هيستمر يا هيجي مدرب على هذا المستوى. ما عندناش هنجيب مدربين ب 35,000 دولار وبعدين يجي له بقى 100,000 في حته يهرب ويسيبنا. لا تعالى يا حبيبي، انت جايب المبلغ ده خد واتفضل واشتغل. لكن المؤكد باذن الله اسماعيل يوسف مدير كوره وامر الله. الواد اللي بيرش الميه بتاع قابلتي ده راح فين؟ الله يخرب بيته. الله يخرب بيته. بس انت مش شرط غلبان اهو. لا فضحنا. هو لقى حاجه بس موجوده فراح رشها. وعشان كده السحر عملوا اتغلبنا 2-0. دي حاجه من عند ربنا، احنا اتغلبنا. انت عارف لو كنتوا كسبتوا كانت مصر ولعت فينا، احنا كسبنا من السحر والشعوذه. يا بيحة انت شفت فيلم 5 باب وضرب الهوا؟ ما شفتوش وانت صغير. يلا يا قابلتي ايه وزفت الطين ايه؟ ايه اللي عمله ده؟ يعني ايه ده؟ ولا وعمال يقول للكاميرا انا اهو برش اهو. القران الكريم، الصلاه، وانا قلت لكم اتقوا ربنا. ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله ان شاء الله. ويوم الاحد باذن الله بالليل هنتعشى مع بعض كلنا هنا. لسه هيجيبكم هنا وده كلكم مرحله جديده. محمد ابراهيم شد حيلك، احمد توفيق. واحمد توفيق ما تكلمش عن فلسطين انت بالذات عشان طلعتك انت كنت دلوقتي 3 اشهر في الجيش، شرطه عسكريه. يا عم معلش اسالوا احنا عملت ايه عشان طلعتك. اقول لك حاجه، الماتش بتاعك في برج العرب بسبب، والله العظيم بسبب. يعني عشانك انت انا وافقت برج العرب عشان تطلع انت. فقصه نشتري بهايم وخرفان وارض، احنا اسمع بس، وارض وفرها دلوقتي. مستحقات كلها موقوفه وكأوقاف موقوفه لغايه ما نرجع نبقى الاول تاني باذن الله. اول ما نبقى الاول تعالى خد بقى القديم كله. اتفقنا؟ وفتحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.